عسلامة. عسلامة مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. قد منا روحك. اسمي محمد شمس، من ماطر، عمري 25 سنة. نخدم في دومين لوتيلغي في المهدي. مرحبا بك. كي نحكيو اليوم على سبب عزوف الشباب على الزواج، شنو تنجم تحكي في الموضوع ده؟ بالنسبة لي عزوف الشباب على الزواج خاطر المشكل هي في حد ذاتها البلاد اللي عاجزة انها مثلا توفر للشباب بالعمل. ما عبيت ما عنديش فلوس، يعني بلغه اخرى باش نجم تعرس، باش نجم تكون اصلا، باش نجم تبني مستقبل. على ذاك تشوف الشباب الكل ما عادش يخم في العرس، خم اكثرين ويهاجر. حتى يكون مثلا يحب هو يعرس ويحب يعمل، ما نجمش امكانيات المعيشه غلط. السالير هو بيده، السميق بقى هو بيده 400 ظهر لي 91,000. كيف باش يعرس بهم؟ كيف باش يكون؟ كيف باش يعمل داره؟ كيف يحب ياخذ كهرباء؟ خاطر ماك تعرف تو اي طفله تحب دار، تحب كهرباء، تحب عبد معناه عنده امكانيات باش ينجم يقيم بدار ويجيب صغار وينجم يكمل مع حياته وهي متهنيه. هي عندها حق لا معها، الانثى عندها حق انها تحب عبد يكون عنده دار وكهرباء، تلقى فين باش ترقد، تلقى معناه مصاريف، تلقى فلوس، تلقى كل شيء. اما ومن طول الشباب ماهوش قادر. من بين الأسباب العزوف عن الزواج، ما تراش إنه فما شروط تعجيزية؟ اكيد فما. هو المشكل تتمثل في انه هي عندها حق. راه ديما نقول كيما انا مثلا عندي اختي ما نجمش نعطيها لشكون ما عندوش دار، فيهمش تبات، ما عندوش خدمه، ما عنده سالير فيكس. هذيك حاجه من الاولويات هي. اما الشباب ماهوش قادر انه باش يعمل فلوس، باش يبني دار، ماهوش قادر، ما فماش فلوس. أنت مثلا 25 سنة، كيفاش وين ترى روحك فانا إيتاب؟ انا نرى روحي انه نخدم، نصرف على روحي هيك هاو. ما عنديش باش نكون باش نعمل دار، ما عنديش. شفتها؟ ما فماش حاجة ما أكثر معناها. ما تنجمش. سالير شنية سالير في تونس؟ 600,000 700,000. يحط انت ترونسبور، حط انت ماكلتك دخانك، باش تفضل في الشهر 100,000. في قد باش تلم 100,000 باش تعمل دار؟ في عام باش تلم مليون، في 10 سنين باش تلم 10 ملايين. ما يصبولكش دار. كيفاه؟ ما فماش فلوس، ما تنجمش تعرس، هاجر كاو. كونش تلقى بنت حلال انها معناها باش تخفى معاك مع بعضكم تبنيوا مستقبلكم. علاش انه المراه اليوم قاعده تعمل برشا على الراجل؟ خذوا لي هي المراه في حد ذاتها راه يلزمها تعمل على الراجل، خاطر الراجل هو اللي لازم يصرف على الدار، هو اللي لازم يعمل دار، هو اللي لازم معناه يوفر توسكي المستحقات اللي تستحقها المراه. اما في وضعنا هذا يلزم المراه زاد تحس. اخي الراجل شمنه زاد ب 600,000 باش يكمل يعمل هذا الكل؟ مش معقول. انت تقبل تاخذ عابد مثلا ما عندوش دار، هيك صحفيا انت تقبل تاخذ عابد ما عندوش دار؟ مثالش ما نمثلوش بروحي. انثى ما نمثلوش بيا انا، لكن الدار اليوم في تونس تقريبا معناها حاجه ضروريه. تصور انت اقل دار تو 200 مليون 150 مليون، في قد باش تتلم؟ قد باش يخبي؟ قد باش ياخذ من قرض؟ البنك باش يعطيك 20 مليون مثلا 30 مليون، ولا تعملوا كونت مشترك وتبنيوا دار وتبقى 20 سنه باش تخلص دار تعود ب 180. ما ياخذ انت ماخذ قرض 180 تخلص 360. كيفاه انت فاهم؟ حتى اليوم معناها الشباب اللي قاعد يعرس في عمر كبير، يتسمى في عمر كبير مقارنه بالاجيال القديمه. مثلا جدودنا كانوا يعرسوا في 18 سنه 21. معرس عمره 16 سنه تو 86 سنه. تحيه حنوف والله. وصل قد ايه معناها تو ما تنجمش تلقى توا في 40 تلقى مثلا دبر دخل الحاكم ولا دخل في بوست باهي ترسم خذا قرر تعمل الدويره قرض ثاني يعاود يريقل الدويره وبعد يعيشوا مك الشهريه. عرفت شهريتها هاي. فماش مراه ما تخدمش، راهي فماش راجل تو يقول لمرته كيما قبل مثلا عزيزي ما تخدمش. تو لازم مراه تخدم والراجل يخدم باش يخلطوا. ما يخلطوش ضروريه والله ما يخلطوش، خاطر ما ينجموش يخلطوا انهم باش يوفروا لرواحهم العيشه. عرفتك المود فيل اللي عباد تحلم بيه. كم باش نعيش انا ومرتي مرتاحين، ما نسحقوش فلوس، نمشوا نتفرهدوا كل سبت، نخرجوا نفرهد مرتي. باش يعرس باش يقعد في الدار؟ لازم اثنين يخدموا زوز يتعاونوا، وانت وصلاريت وانت وبرشا حاجات والله. فكرة الزواج انت بالنسبة لك انت توا في عمر 25 مستبعدة تماما؟ ليه نحب نعرس؟ ليه انا مع العرس راني باش نكذب عليك؟ هاني قاعد نسعى. اما كي جيت نشوف نلقى انه انا باش نخدم باش نستنى 4 سنين شوف كيرسموك شوف ليه تاخذ قرض، قلت انا علاش نمشي نشوف خدمه لبرا بحكم اللي انا داخل في دومين لوتيري كما قلت لك. نشوف لبرا نحاول كيفاش بوسيلو نخرج غادي الفلوس كي تجي من غادي وقتها نجم نعرس. كي نخرج مرتي من هنا ماهيش تطلب دار ماهيش تطلب كهرباء،
باش نكريو لبرا باش نعيشوا بالسالير. امها وقتها باش تسكت خليها تخرج. تكتك انت. زر تكتيك امها باش خليها تخرج. اما بين اماكن مش عارس بها في تونس تقول لك دارو كرب. تعرفيش هذه؟ علاش فكرة الخروج للخارج بريسك عند الشباب الكل؟ مش واحد ما حكيتش معاه وقال لي مانيش نخمم. 600,000 في تونس شنو تعمل؟ تاكسيات. انت تصور تخدم في تونس مثلا العاصمه، حبيت لك كل يوم 10,000 تاكسيات وكسكروت ابار دخان ابار ايش بقى لك منها 600,000؟ بينما تخدم لبرا وبليغاتوار انك باش تكفي في الدار باش تخلص مثلا 1700 واضحين. كيف تفضل 200 اورو لهنا 700,000 اللي انت تخدم لهنا 7 شهور تفضل كل شهر 100 باش تلمهم. اغزر الفرق. يعني غادي الحياه سهله. صحيح ماكش تتعب، صحيح باش تمرمد، اما كون تمرمد لبرا وتلقى فلوس باش تمرمد هوني ماكش تلقى فلوس. ما تراش انه زاد احنا توانسه نعملوا معناها نعملوا قاوق للعرس برشا اكثر من اللازم، مصاريف كوتي مصاريف كوتي. اي عندك حق. انا مقتنع. تو انا مثلا تسمى طفل البكر معناه هو اكبر واحد. امي كيفاش تحكي معاه تقول باش نعمل ليله وكا ليله وشوي بيفي شوي منا ونمشي. ايام وسبعة ليل. من بعد كي حكيت معاه لوجيكمون قلت له انا باش نحط مثلا 20 مليون 30 مليون عباد تجي تعشى ومن بعد تقول لك ما عجبنيش العروس كيف لابس، ما عجبنيش العروسه كيفاش لابسه، اخزر امه اخزر. لا نعمل لهم ليله والباقي يا ناس مرتي فواياج يا نصرفهم يا نعمل بهم حكايه انفستيسمون. انا عجبني سيزار عجبني راه تفكير محليل. صابر سيزار. محليل الانسان هذاك ذكي ويعرف يجرح بالكلام ويعرف يوصل. عجبني على الاخر. انا تبع سيزار من الاخر. رضت انا ولا ترضى اللي معايا مصلي يعني بي ترضى متفاهمين على كل شيء اصلا يعني حتى دار نبنوا مع بعضنا باذن الله تو نبنوا رواحنا ونهار اخر نتقابلوا نقول لك راني وصلت ان شاء الله نوصل راني ان وصلت. شاء الله. اما تو تشوف نتمنى لك التوفيق. زار يعني محليها. انا نعرس ليله نصرف فيها مليون يس. نتصور تكفي ولا لا؟ خاتم تكفي يكفي محليها وتلم اصحابك واحبابك لما عائليه اسمها الي محليها على الاخر شويه تصاور شوتينغ هكا تفضلت الحكايه سي بون تفضلت عرسنا وجاونا به. علاش نعملوا قاوق وجايب فلان جايب فلان. ما شكون يصرف 50 مليون في عرس؟ ربي يزيدوا 50 مليون انفستيسمون تعمل له مشروع تعمل له برشا حاجات. علاش شنية معناها في صبرهم حاجه زايده بالنسبه لي انا لو قادر اني باش نعمل لها عرس 50 مثلا مليون 100 مليون نعم. اما سبحان الله عبد مش قادر عبد ما يقدرش. عليه باش نكذب على روحي حتى كان عندي ما نعملهاش نعمل ليله وسيء. خليه الكلمة الختام ان شاء الله. صح الشباب فيما يخص العرس. وظلي انا راني ننصحهم بالعرس خاطر العرس بعد برشا حاجات ومحليه راه العرس يكذب عليك اللي يقول. اما كومام انك باش توصل انك بنت الناس مثلا مش عذبها معاك لا خمم في حاجه اخرى. خمني باش تجيب الفلوس خمم في برشا حاجات ومن بعد بنت الناس هزها معاك هكا. واللي ما تقبلش يا ربي يهناه ان شاء الله تنبعثوا له واحد عنده رانج وربي يهناه. بعض يقول انه مشكلتنا في تونس ومشكله البنات في تونس انها يتبعوا في بعضهم او بنت عمي او بنت خالي او اغزر نحكي لك حاجه محلاها. شفت الانثى نحب كيما بنت عمي نحب كيما بنت خالتي نحب كيما شفت الانثى راهي كائن محليه على الاخر. تعرف كيفاش تتعامل معاه والله بنحكي معك مرات. تعرف كيفاش تتعامل معاه كيما امي تغش عليا ولا ما نعرف كيف نرضيها نعرف كيفاش ناخوها هكاك. الانثى تعرف كيفاش تاخوها وكيف تحكي معاها لوجيك واللي فما راهي تمشي معاك تضرب معاك بالبونيه وراهي تكون بنت اصل بنت باب الله تضرب معاك بالبونيه وين تحب هي معاك. اما باش انت تحللها في الجنه ذريع وعندي وبعد تلقاك فارغ بتبيع هي باش تقول لك لي نحب كي بنت خالي وكي بنت عمي وكي فما شكون فما الاولاد اللي يوعدوا بالفارغ. انا لا فما باش نكذب على بعضنا كي فما وديما تمشي راه علاش نكذب على بعض. عندي ومن بعد صيح حبيتها وحبيتك وشوفوا بعضكم تقابلوا بعضكم تظهر فارغ وما عندكش وهي كانت تخزلك في احلامها. عيشوا الواقع مع بعضكم ابنوا مع بعضكم وصلوا مع بعضكم. تحكي ليش ما تقدرش وحدك ما تقدرش تقول انا ما اقدرش تقدر حط بنت الناس في عينيك وواصل من الاخر والله. وانا بالنسبه لي انا اي انثى رايح تحب تهني على روح ما كي حبيتك والله كي عندك 100 فرنك معاك عليها هذه بنت لصر والله. والحمد لله يا ربي كل واحد يقول لك طيبون الطيبات راه العباد كلش عندها مراحل باش تعرف هذه وتعرف هذه اما ربي باش يكتب لك واحده على كيما قلبك كيما قلبها من الاخر.